يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص، ده بقى موسم البطاطس السنة دي، كل سنة وانتم طيبين. فقلت بقى ايه اجيب البطاطس واخزنها معاكم. جبت ايه الشكارة دي كده زي ما انتم شايفين. هننقط بقى البطاطاية اللي هي حلوة، ما تكونش مجرحة ولا حاجة علشان نخزنها. زي ما انتم شايفين اهوت، ما شاء الله كلها جميله. وهقول لك على طريقتين للتخزين تخزنيها بها. اول حاجه اللي احنا هنعملها على القش، والتاني حاجه هنعملها في الكرتونه. طبعا اللي في الكرتونه ديت عمرها ما هتبوظ منك ولا يجرى لها اي حاجه، وتفضل معاكي من السنه للسنه. طبعا دي كده القمر ما بيعملش حاجه، يعني ناشفه من جوه اهيت زي ما انتم شايفين. فكده ما شاء الله هقدر ان انا اخزنها وتعيش معايا مدة طويلة، بتصفي ناشفة في ارضها، تفضل معاكي من السنة للسنة. اهم حاجة تكوني جايبة بطاطاية مفيش فيها تشوقات، مفيش فيها حاجة بايظة خالص. انتوا شايفين كده اهوت. هنقول بقى اللي هي البطاطاية الحلوة ديت. النهارده بقى هقولك طريقتين احلى من بعض في تخزين البطاطس، تفضل معاكي من السنه للسنه، لا هتسوس ولا هيجرى لها اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده اهوت. احنا هنعملها هنا على جنب السلم هنا. اول حاجه معايا في تخزين البطاطس لازم افرش تحتها ايه؟ قش. زي ما انتم شايفين اهوت. ده كده اللي هو القش بتاع الرز، واخدين بالكم، علشان لا يجي عليها رطوبه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين اهوت. هنسيب بس كده ايه طلعت السلم وايه، وهنعملها مع بعض كده ونشوف هنخزنها ازاي وتفضل معاكي من السنه للسنه. طبعا البطاطس اهيت انا فرستها، واخدين بالكم، علشان اللي انا هعملها ديت مش عايزه فيها واحده ولا فيها شق ولا فيها حته طيبه ولا اي حاجه. اهوت. هاجي بقى كده من جوه وهرص ايه بقى، هاخد بقى البطاطسايه الصغيره كده وهترصيها واحده جنب واحده كده، واخدين بالكم. طبعا كده عمرها ما هتبوظ معاكي ولا تسوس ولا يجرى لها اي حاجه. طبعا دلوقتي البطاطس اللي هي ايه بتاعت الشتا دي اللي هي بتتخزن دلوقتي ناشفه في ارضها، وما شاء الله حلوه زي الفل. البطاطس الصغيره ديت بقى تفضل معاكي لاخر السنه. الكبيره اللي في الشكاره انا هعمل فيها ايه دلوقتي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. دي اللي هجرها الاول وهسيب ايه بقى الصغيره دي للاخر، تقعد معايا لاخر السنه ولا هيجرى لها اي حاجه، واخدين بالكم اهوت. بنقض ايه الصغيره عينها جوه عشان مش هستعملها دلوقتي، والكبيره دي اللي ايه هجر منها دلوقتي. طبعا دي طريقه، ولسه في طريقه تانية برضو هنعملها دلوقتي كده مع بعض. اهم حاجه ما يطولهاش رطوبه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهو. دي بقى متعودين عليها من زمن الزمن، واخدين بالكم اهوت. ترص البطاطس واحده جنب واحده كده، شايفين. وفي طريقه تانية برضو هوريها لكم. لو مثلا ما عندكيش مكان زي دي كده، يعني عندكيش حته واسعه، تعملي فيها ايه. طبعا بقى لو انت لسه جديده معايا في القناه ولسه ما حطيتش اللايك الجميل، تنزلي كده حط اللايك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه، بفضل ونعم امرك تنزلي كده تعملي اشتراك
وتنوروني في قناتي. هكون سعيدة جدا بوجودكم معايا في القناة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. شايفين؟ تجيبي بطاطايه الناشفة الحلوة اللي زي دي كده اهيت. ما تحطيش اي بطاطايه فيها شقة او مش مستوية او فيها حاجة. يعني البطاطس اللي انت هتخزنها ديت تكون بطاطس حباية من حباية، يعني وانت كده بتجيبيها تنقيها حباية من حباية، واخدين بالكم؟ هاجي بقى كده على الحرف وهرص ايه البطاطس الصغيرة اللي معايا. شايفين رصة البطاطس بتاعتي؟ يا سيدي يا سيدي على الجمال. هو ده الشغل المظبوط، احلى من الشغل ظبط الشغل، واخدين بالكم؟ اهو همسك بقى كل بطاطس كده هرصها. بس انا عايزه ايه ارص الصغيره جوه الاول واسيب ايه الكبيره للاخر، علشان ايه اجر الكبيره الاول عشان ما تضربش معايا برضو، وايه واسيب ايه الكبيره للاخر بقى ايه الصغيره للاخر تفضل معايا لاخر السنه ان شاء الله. دي كده البطاطس اهي. هوريكم بقى الطريقه التانيه دلوقتي. هوريكم البطاطس ديت بعد ما اخلصها ايه رص. طبعا بقى لو لسه ما اشتركتيش انزلي بقى دلوقتي حالا اشتركي وفعلي زر الجرس واختاري الكل عشان كل ده توصل لكم. دي كده الطريقه التانيه. جيب البطاطسية كده اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين اهوت. وانا بحط البطاطسايه اللي هي ايه مفيش فيها حاجه بتقول عيني بتوجع، واخدين بالكم اهوت. طبعا هحط دول كده في الكرتونه علشان دول ايه اللي هجرهم الاول، واخدين بالكم؟ هجر ايه دي الاول عشان هي ايه ما شاء الله كبيره، فايه فهجرها الاول انتوا شايفين اهوت. هاجي اعمل ايه بقى دلوقتي؟ معلقه نشا كده اهوت، زي ما شايفين معلقه نشا كده ورشيتها على ايه على البطاطس بتاعتي الحلوه دي. واقوم عامله ايه برضو اجيب ورقتين كده او لو عندك جورنال اهو حطوا الجورنال، ما عندكش جورنال ورق كده بتاع اي كتاب عندك من بتوع الاولاد واعمليه كده.
كده اهو زي ما انتم شايفين. واخلص بقى كده واقوم راح ايه مغطيه الكرتونه عليها كده اهوت، وسايباها بقى تفضل معاكي من السنه للسنه ما يجرالهاش اي حاجه. واخدين بالكم؟ خلصت كده اهو ترصها زي ما انتم شايفين، وهمسك بقى اغطيها بالقش كده علشان ايه ما تغدرش. لازم البطاطس تتغطى علشان ما تغدرش. بعود قش بشكارة لازم لابد تغطيها. كده اهوت زي ما انتم شايفين. كده بقى ايه خزنت البطاطس بتاعتي بكل تكتها وحركتها. والكرتونه بتاعتي اقوم مغطيها كده، يبقى كده تمام التمام.